وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد التقى بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وذلك بقصر العوجة في الرياض اليوم، حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء إلى أخيهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتمنياتهما لخادم الحرمين الشريفين ولسموه وافر الصحة والسعادة وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق اضطراد التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة. وقد رحب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود بصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيدا بمتانة العلاقة المشتركة بين البلدين التي تتميز بخصوصية ترتكز على الروابط الأخوية التاريخية والوثيقة والمتميزة القائمة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وبما وصل إليه التعاون بينهما من تقدم ونماء. وأبلغ سموه بنقل تحياته لأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ولصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وتمنياته لجلالة الملك المفدى ولسمو رئيس الوزراء موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين حكومة وشعبا كل تقدم وازدهار. من جانبه ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ثمن الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة مسار التقدم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواقف المملكة المشرفة تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية. كما عبر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن شكر مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية على ما تلقاه من دعم ومساندة متميزة وللمواقف السعودية المشرفة تجاه مملكة البحرين، مما يأتي في سياق البعد الاستراتيجي والتاريخي للعلاقات الخليجية وما يؤطرها من أواصر القربى والتلاحم والتلاقي في مختلف النواحي الحضارية والثقافية والاجتماعية. وأبدى صاحب السمو الملكي ولي العهد ارتياحه للتعاون والتنسيق القائم بين البلدين في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك وتوحيد مواقفهما إزاء مختلف التحديات والقضايا العربية والدولية، مع التطلع للمزيد من التنسيق والتعاون في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقا من الإيمان بواقع المصير المشترك للانتقال لمرحلة الاتحاد، لما يضمن المزيد من التقدم والازدهار والتقدم المستدام لخدمة تطلعات المواطن الخليجي وتحقيق الرفاه له في أجواء من الأمن والاستقرار. وجرى خلال المقابلة استعراض المستجدات في المنطقة، وتبادل سموه مع سمو ولي العهد السعودي وجهات النظر والآراء حيال عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك. هذا وقد حضر صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مأدوبة الغداء التي أقامها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بقصر سموه، تكريما لصاحب السمو الملكي ولي العهد والوفد المرافق لسموه بمناسبة زيارته الأخوية للمملكة. كما حضر المأدبة عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء وعدد من المدعوين.